اتمنى تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي الاولانيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. قصتنا بتكون مع طالبه في المدرسه الثانويه اسمها سي جين. سي جين بتحب تلعب بالسكوتر ونفسها تلعب بيه في اماكن كتير وتدخل كمان في مسابقات، لكن الظروف ما بتساعدهاش على كده علشان سي جين بنت يتيمه وعايشه مع اختها سي جونج، ومع ان اختها سي جونج اصغر منها لكن هي الوصيه عليها علشان سي جين بنت بريئه وطيبه قوي لدرجه السذاجه، لكن هم فقراء جدا لان مفيش حد بيصرف عليهم، لدرجه ان سي جونج تاخد سي جين عشان تاكلها في السوبر ماركت من غير ما حد يشوفهم. بس في نفس الوقت سي جين مريضه نفسيا لانها بتعمل جروح وحشه قوي في دراعها وبتنزلها على النت، ومحدش عارف اذا كانت هي فعلا بتحاول تنهي حياه نفسها ولا بتعمل كده عشان تكسب عطف الناس ولا عاوزه تكون مشهوره على النت باي طريقه. اللي بتعمله سي جين ده بيخليها تتعرض للتنمر من زمايلها في المدرسه، وبيطلعوا عليها كمان اشاعات كتير كلها للاسف بتكون وحشه جدا. مش بس كده، سي جين بتعمل حاجات وحشه مع سانج ابن مدير المدرسه وبتكون حامل منه، لكن بابا لما بيعرف بيضربه جامد وبيكون عاوز يساعد سي جين باي طريقه، بس سي جين بتقول له انها هتنزل الطفل فبيخليها تمضي على ورقه انها ملهاش علاقه بابنه وانه مش هو ابو الطفل اللي في بطنها. سي جين بتكون محتاره ومش عارفه هتعمل العمليه فين، خصوصا ان سانج بقى بعيد عنها ومش هيساعدها في حاجه، فبتقرر انها تهرب من المدينه كلها. سي جين بتقابل بنت اسمها جيونج وبتكون هربانه برضه وعايشه في الشوارع بقالها سنين. جيونج بتحكي حكايتها لسي جين وان مامتها ماتت وملهاش اخوات وباباها كمان في السجن، وانها هربت من المدينه اللي هي كانت عايشه فيها لان حصلت لها حادثه من زمان وهي صغيره وكانت هتغرق في النهر، بس الصيادين انقذوها، ومن بعدها كل اللي حواليها بقى يقولوا عليها ان في روح سكنت في جسمها وبقوا يتعاملوا معاها كمان بطريقه وحشه جدا. سي جين بتحكي حكايتها لجيونج ومن بعدها بيبقوا اصحاب وبيسافروا سوا على مدينه تانية، بس جيونج عرفت ان سي جين بنت ساذجه قوي وما بتعرفش تقدر الامور اللي بتحصل لها، عشان كده جيونج قررت انها تخلي بالها من سي جين طول ما هم مع بعض. جيونج وسي جين بيتعرفوا على واحد اسمه سيوك، واللي اول ما بيعرف حكايه سي جين وموضوع حملها وانها فاكره ان الحبوب هي اللي هتخليها تتخلص من الطفل اللي في بطنها بيقول لها انها لازم تعمل عمليه لان الحبوب مش كفايه عشان تعمل اللي هي عايزاه. بعدها بيعزمهم على الغدا وبيعرف ان معاهم مسروقات كتير فبيعرض عليهم يشتغلوا معاه، بس سيوك بيكون عاوز يعمل مع سي جين حاجات مش كويسه، لكن جيونج بتجري على الشارع وبتطلب المساعده وبترجع فعلا ومعاها 2 شباب، واحد اسمه بيل والتاني اسمه كيم، واللي بيقدروا يهربوهم من سيوك. سي جين وجيونج بيقعدوا مع كيم وبيل، بس بيل بيكون زعلان على سي جين قوي لانها مش عارفه هي عملت في نفسها ايه وفاكره ان موضوع تنزيل الطفل حاجه بسيطه، وبيعرفها ان في قوانين بتحكم العمليات اللي من النوع ده ولازم يكون معاها حد واصي عليها. بس سي جين بتصعب على بيل وبياخدها على عياده حكوميه وبيعمل محاوله عشان يقبلوا ان هم يعملوا لها العمليه دي، لكن بيرفضوها وبيطلبوا منها تخرج من المكان. بعدها بيل بيقرر انهم لازم يجمعوا فلوس عشان يقدروا يعملوا العمليه في عياده خاصه. بعد كده بيل بياخدهم وبيتفرجوا على شقه علشان يسكنوا فيها، وبعد ما بيخلصوا بيقول للسمسار انه نسي تليفونه في الشقه وعاوز المفتاح علشان يروح يجيبه. السمسار بيديله المفتاح وبيرجع بيل على الشقه، بس بيسيب الباب مفتوح عشان يرجعوا بالليل ويباتوا فيها. تاني يوم سي جين بتطلب منهم يزقوها من على السلم وبتقول لهم ان هي دي الطريقه الوحيده اللي هتقدر تنزل بيها الطفل، لكن هم بيرفضوا، فبتقوم نطه من فوق السلم وبيغمى عليها. وفي المستشفى بقى بيحصل ايه يا جماعه؟ بيل بيجي في باله واحد من معارفه اسمه اوج ممكن يساعدهم ويديهم فلوس عشان يعملوا العمليه بتاعت سي جين. اوج بيقابلهم كويس قوي وبيقدم لهم مشروبات كتير وبيعرفهم انه هيساعدهم كلهم علشان يكسبوا فلوس كتيره علشان هو هيشغلهم معاه في الكافيه بتاعه. كلهم بيكونوا مبسوطين ما عدا بيل اللي بيفضل ساكت طول القعده. بيل بيكون ساكت لانه عارف طبيعه شغل اوج بس مفيش قدامه غيره، وبتكون سي جين صعبانه عليه قوي لانه خايف عليها من اوج، وفعلا اللي خايف منه بيل بيحصل لان اوج بيديله فلوس وبيقوله من النهارده مالكش دعوه بالبنتين دول عشان هما دلوقتي بقوا ملكي انا. بس بيل بيرفض الفلوس وبيتخانق معاه، لكن اوج بيضربه وبيقوله اوعى تنسى نفسك، انت اللي جيت لحد عندي وانا قلت لك زمان ما تتعلقش باي حد تقابله في الشارع واوعى تهتم لامر حد،
وبيعرفوا انهم لما كانوا شغالين سوا زمان كانوا بيكسبوا فلوس كتير، لكن لما سابه وراح اشتغل بعيد عنه النتيجة كانت انه رجع له تاني، وبيطلب منه يسمع كلامه وينفذه بالحرف، وانه هيندم لو عمل غير كده. بعدها بيل بيبلغ عن الكافيه وبيعرف البوليس كمان ان الكافيه ده بيشغل عنده قاصرات، وبتقبض على سي جان وجيونج. وقدام الضابط بقى بيحصل ايه؟ سي جان وجيونج بيفضلوا يهزروا مع بعض ولا كأن في اي حاجة حصلت، بس الضابط بيقول لهم انتوا عاجبكم حياتكم كده؟ فبترد عليه سي جان وبتقول له طالما في ناس موجودة في الدنيا مننا بنقابلهم فهنفضل كده، احنا بنحاول نفضل عايشين على وش الدنيا دي. الضابط بيعرفها انها اكتر واحدة لازم تغير من حياتها، وبيحكي لها عن اختها اللي جات لها الاسم امبارح وكانت منهارة من العياط وعايزة تشوفها بأي طريقة. بعدها سي جان وجيونج ومعاهم سي جونج يخرجوا من اسم الشرطة، وبيكون بيل وكام مستنيهم، وبيروحوا كلهم على بيت سي جان. واول ما سي جان بترجع على بيتها اختها سي يونج تسألها هي ليه بتعمل كده في نفسها. سي جان بتقول لها انت فاكرة ان حياتنا وحشة؟ احب اطمنك ان اللي جاي هيكون اوحش من كده، لان مفيش حد منهم مهتم بينا ولا كأننا موجودين في الدنيا دي اصلا. وبتقول لها ان اقصى طموحها في الدنيا كان انها تلاقي اهتمام من حد، وبتعرفها انها وثقت في اللي اكبر منها لكن كلهم استغلوها. سي جونج تحضن اختها سي جان وبتطلب منها تثق فيها وهي هتقدر تخلي بالها منها، بس برضو سي جان بتقرر انها تبعد عن اختها سي جونج. بعدها بنلاقي بيل بيبيع الموتوسيكل بتاعه، وبياخدوا سي جان على صالة بيخلوها تلعب فيها بالسكوتر بتاعها عشان يخرجوها من اللي هي فيه. تاني يوم بيل بياخد سي جان ويروحوا على عيادة خاصة، بس الدكتور بيرفض يعمل لها العملية وبيعرفها انه ما بيعملش العمليات اللي من النوع ده غير ان العملية دي فيها خطورة على حياتها، وبيديها عنوان بتاع مؤسسة رعاية ممكن تروح تقعد فيها، وهناك هتلاقي كل المساعدة اللي هتخليها تعتني بالطفل وتعرف كمان تربيه. بيل بيكون زعلان جامد عشان مش عارف يساعد سي جان، فبتروح له جيونج وبتقول له انت عملت اللي عليك وزيادة، ولو قلت ان مفيش بايدك حاجة تاني تعملها مش هنكون زعلانين منك. بعدها بيكونوا كلهم قاعدين مع بعض. سي جان بتقول لهم انها راحت لأونج وطلبت منه فلوس، ووافق وقال لها انه هيعمل لها العملية، وبتقول لهم انها عرفت منه ان بيل هو اللي بلغ عنه وخد فلوس من الشرطة بسبب كده. بيل بيعتذر لها عشان ما عرفهاش باللي هو عمله، لكن بيقول لها انه عمل كده عشان يساعدها، وبيوعدها انه مش هيسيبها غير لما يشوف حل للموضوع ده. لكن سي جان بتسيبهم وبتتمشى وحدها. بعدها بيل بيروح يولع في عربية أوج، بس كيب ما بيكونش عاجبه اللي بيحصل، وبيقول لجيونج ان كل اللي حصل ده بسببها هي وصاحبتها، اللي كمان مش عاجبها ان بيل بيساعدها، وان هو وبيل حياتهم كانت كويسه قبل ما يعرفوهم. جيونج بتطلب منه يسكت، وبتعرفه ان سي جان عقلها صغير قوي وهي فاكره ان بيل ضحك عليها ومش فاهمه انه عمل كل ده علشانها. فجاه بيدخل عليهم اوج وبيضرب بيل جامد، وبيقول له انه نصحه كتير لكن الظاهر ان مفيش فايده عشان هو هيفضل طول عمره كده، لانه من وهو طفل وطبعه عندي وما بيسمعش كلام حد. هنا بنعرف ان اوج هو اخو بيل. بيل بيروح يدور على سي جان، واول ما بيشوفها بيضربها جامد، وجيونج بتحاول تدافع عنها لكن ما بتقدرش. تاني يوم جيونج بتعالج سي جان على قد ما بتقدر. جيونج بتكون زعلانه قوي من اللي حصل وبتعتذر لسي جان وهي بتعيط، لكن سي جان بتعرفها انها هي اللي غلطانه وهي السبب في كل اللي حصل ده، وبتهزر معاها وبتخليها تضحك. بعدها بتقول لها احنا لازم ننفصل علشان ما سببش ليكي اي ضرر، وبتسيبها وبتمشي. سي جان بتروح على ملجأ للمراهقين عشان تاكل، وبتقابل سونج يون المشرفه بتاعه المكان، واللي بتوريها دراعها وبتعرفها ان كان عندها نفس حالتها، بس هي قدرت تتغلب على كل الظروف الوحشه اللي مرت بيها وبطلت تضر نفسها. بعدها بتعرفها على راجل ومراته ما بيخلفوش علشان يتبنوها في فتره الحمل، وبعدها هياخدوا طفلها منها، وبتروح عندهم البيت فعلا وبيسيبوها تنام براحتها، ولما بتصحى بتلاقيهم مجهزين لها العصير. بعد كده بيروحوا بيها على الدكتوره وبيطمنوا على صحه الطفل، وبتمر الايام والراجل ومراته بيفضلوا مهتمين بسي جان. وفي يوم سي جان بتاخد السكوتر وبتنزل تلعب بيه، وبتتصل باختها سي يونج بتقول لها وحشتيني قوي، وبتعرفها ان بعد ما المشكله اللي هي فيها تخلص هترجع تعيش معاها ومش هتسيبها تاني ابدا. بس بعدها سي جان بتتعب قوي وبيكون في دم كتير، وبتروح المستشفى وبيعملوا لها عمليه. بعدها الدكتوره بتعرف الست انهم لو اتاخروا شويه كمان كان ممكن سي جان تموت، لكن العمليه نجحت بس للاسف خسروا الطفل. الست بتروح تقعد جنب جوزها وبيكونوا زعلانين قوي. بعدها بنلاقي سي جان في شكلها الجديد وحياتها الجديده بعد ما بطلت اي حاجه وحشه كانت بتعملها. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون فيديو المره دي عجبكم. السلام عليكم.